الطفل بيستخبى على جنبه لما بيلاقي واحد معدي بيضربه في الطوب على دماغه، وطوبة بتوجعه وبتشوف الطفل وبيقول له انت عملت كده ليه؟ وبيخرج ابوه بيحسبه بيزعل ابنه وبيزعله بيقول له مالك بابني، وبيقول له حدف على راس الطوبة، وبدل ما يزعل ابنه بيزعل الولد الاسود عشان بيكون اسود ومش من بلده، وبيلاقي ان ده جاره وساكنه قدامه، وبعد ما بيجي صاحبه بيقول له شفت الولد الاسود الجديد اللي ساكن قدامنا؟ احنا لازم نطفشه. ولما بيروح هو صاحبه عشان يعملوا خطه ويمشوه بيلاقي ان مراته راكبه مع الولد الاسود، وبيحسب ان مراته بتخونه وبيتضايق جدا وبيفضل يمشي وراهم، وبيلاقيهم داخلين الجراج بتاع المستشفى، وبيحسب ان مراته بتبوس الولد وبيروح يضربه بس بيلاقي ناس ثانيه، وبيلاقي مراته والولد الاسود ماشيين مع بعض، وبيروح وراهم بس صاحبه بيضربه بالازازه على دماغه وبيغمى عليه وبيكون رد غريب من صاحبه، وبعد ما بيفوق بيكون في المستشفى ومتصاب، وبيلاقي صاحبه قدامه وبيروح يتخانق معاه، والولد الاسود بيكون دكتور وبقول انا عملت كده عشان انقذ حياه ابنك، او بتدخل مراته وبقول لها اللي بيحصل وبتقول ابنك لما كان بيلعب الطوبه جت في عينه ولازم يعمل عمليه ضروري، وده من اشهر الدكاتره في العالم، وانا كنت مفهمه صاحبك على كل حاجه، وبقول كويس اني ما رحتش وراكم وبوظت العمليه. واقف مصدوم في